ده هيبقى احلى رز بلبن تعملوه في البيت بالطعم الكريمي اللي بيدوب في البق. طريقته سهله جدا ومكوناته بسيطه قوي ومش بياخد وقت خالص. وكمان هقول لكم سر الوش اللي انتوا شايفينه ده، الوش بتاع المحلات اللي كلنا بنبقى عايزين نوصل له في البيت. طعمه خطير ورهيب يا جماعه. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. في حله هحط نص كوبايه من الرز، وهنا الرز انا ما غسلتهوش خالص. لو انتوا عايزين تغسلوه اغسلوه غسله بسيطه قوي، لان انا عايزه استفيد من النشا بتاعته. هحط عليه كوبايتين من الميه البارده، ميه بارده عادي جدا، وهسيبه على نار عاليه لحد ما يغلي كده. وبعد كده هوطي النار خالص واغطيه واسيبه بقى يستوي خالص ويتهري زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بكيلو من اللبن، واستخدموا بقى اللبن كامل الدسم، احلى حاجه في الرز بلبن. ولازم تقلبوه على طول عشان الرز ما يلزقش في بعضه. هتفضلوا تستمروا في التقليب لحد ما اللبن يسخن معاكم بالشكل ده. اول ما اللبن يسخن كويس هنزل بنص كوبايه من كريمه الحلويات السايله، ومعلقتين كبار من القشطه البلدي او المعلبه زي ما تحبوا، الاتنين هينفعوا. الميكس مع بعض الكريمه مع القشطه بيدوا طعم حلو قوي وغني للرز بلبن. نستمر في التقليب، والنار هنا بتبقى اقل من متوسطه، مياله اكتر للهاديه، ولازم نفضل مستمرين في التقليب. وكل ما تقلبوا اكتر كل ما الرز بلبن بتاعكم هيتقل اكتر. بعد حوالي ربع ساعة من التقليب المستمر هضيف بقى السكر. انا ضفت نص كوباية على المقدار ده وبيبقى مظبوط جدا. لو عايزين تزودوه لتلات ارباع كوباية او كوباية حسب ذوقكم. هقلب كمان 10 دقايق لحد ما اوصل للقوام ده. وبعد كده هضيف في الاخر قبل ما اقفل خالص معلقة صغيرة من الفانيليا وثلاث فصوص مستكة. انا بطحنهم مع السكر، المستكة مع الفانيليا مع بعض على الرز بلبن بيدوا طعم حلو قوي ومميز للرز بلبن. لو عايزين طبعا تستغنوا عن حاجة فيهم براحتكم، ده حسب ذوقكم. بعد ما بقلبهم بقفل النار على طول، وده القوام المظبوط للرز بلبن. يعني مش بيبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، بيبقى قوام وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا بغرفه مهم جدا ان انا اقلب بالحله الاول، وبعد كده اخد بالمغرفه واحط في البولات علشان ما يبقاش في بوله فيها رز كتير قوي وما فيهاش لبن، والعكس. وبعد كده بهزه كده واسويه كويس. والمهم جدا ان احنا نسيبه يبرد خالص بره التلاجة، وبعد ما يبرد لازم نغطيه قبل ما ندخله التلاجة علشان ناخد الوش اللي انتوا شايفينه ده. الوش ده جه بقى منين؟ من قوام الرز بلبن. لازم يكون مش تقيل قوي، يعني يبقى وسط، علشان طبعا لو هو تقيل قوي مش هيعمل الوش ده. تاني حاجة ان احنا بنسيبه يبرد خالص بره التلاجة، وبعد كده بنغطيه ونحطه في التلاجة. لو حطيناه مكشوف الوش هينشف ومش هيعمل الطبقة اللي انتوا شايفينها من فوق دي. وطبعا بتسيبوه في التلاجة مش اقل من 4 ساعات، والاحسن تسيبوه لحد تاني يوم. ركزوا على قوام الرز بلبن، كان متماسك وفي نفس الوقت كريمي وبيدوب في البق من غير ما اضيف اي نشا خالص. انا اعتمدت على النشا بتاعت الرز ودي كفايه قوي لربط الرز بلبن. كان طعمه خطير يا جماعه. تقدروا تاكلوه بقى ساده، او تحطوا عليه مكسرات، او ممكن اي طعم ايس كريم بتحبوه. طعمه كان معاه حلو جدا ولذيذ قوي، وفي نفس الوقت خفيف لان سكره كان مظبوط. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.